السلام عليكم الاخوه الكرام. لهذا الفيديو الحلقه جديده من قناه الماس تي في. ان شاء الله في هذا الفيديو نتكلموا على المباراه تاع الجيش الملكي والاتحاد العاصمه الجزائري اياب دور الربع النهائي من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. مباراه اللي انتهت ب3-2 وتاهل الاتحاد العاصمه الجزائري. المباراة اللي كان فيها العديد من الأسباب خلت الجيش الملكي أنها تقصى. أولا تأخر في النتيجة في مباراة الذهاب ب2-0، يعني ما ظهرش وجه اللي هو جيد، وخسرت الجيش الملكي خارج الديار ب2-0. يعني من جات اتحاد العاصمة هنا يعني تنظموا في الملعب جيدا، ما خلاوش المساحات للفريق الجيش الملكي حتى اكل الكورة. راكم تشوفوا خلق العديد من الفرص، كان يتألق الحارس تاع اتحاد العاصمة، ولكن مع تألق الحارس تاع اتحاد العاصمة الجزائري تمكن اللاعب حمودان انه يدخل الهدف الاول، يعني يضرب الكرة في الحارس ودخل في الكرة. بعد ذلك شفنا ان اتحاد العاصمة الجزائري تمكن انه يستغل الطاقم الدفاعية اللي كنتكلموا عليها في الجيش الملكي وسجل التعادل. يعني ضربة رأسية، الكرة ضربت الارض وطلعت ودخلت بطبيعة الحال في الشباك تاع الحارس ايوب الكراد. بعد ذلك انتهى الشوط الاول بهدف مثل ما بين الفريقين. شفنا ان الجيش الملكي كان الافضل. الجيش الملكي كان هو اللي كيضغط، الجيش الملكي خلق عديد من الفرص، تمكن انه يسجل هدف عن طريق حمودان، ولكن الفرحة ما طالتش بزاف حيت اتحاد العاصمة الجزائري تمكن انه يسجل هدف التعادل. الشوط الثاني اتحاد العاصمة قوى في النهج ديالو، بقى يدافع والجيش الملكي بقى يهاجم وضغط عليهم وخلق العديد من الفرص وتمكن انه يسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني اللي جاب نفس تقريبا الطريقة اللي سجل بها فريق اتحاد العاصمة الجزائري، يعني ضربة رأسية كتضرب في الأرضية تاع الملعب وكتدخل في الشباك تاع الحارس تاع اتحاد العاصمة الجزائري. بعد ذلك المهم بقات الجيش كضغط، ولكن تفاجأت من لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري اللي تمكن انه يسجل هدف التعادل بثغرة دفاعية للجيش. يعني الجيش كانت مطلعة على البلوك ديالها، خلت الدفاع ديالها خاوي، استغلته اتحاد العاصمة، انفردت قدام الحارس ايوب الكرد، لفت الكرة عليه وسجلت هدف اللي كيتسمى صراحة هدف رائع بمعنى الكلمة، سجله فريق اتحاد العاصمة الجزائري على الجيش الملكي. بعد ذلك شفنا ان الجيش بقى تضغط، قد تضغط وخلقت العديد من الفرص. وفي الدقائق الأخيرة يعني في الوقت الضائع تمكنت الجيش أنه تأخذ ركلة الجزاء، نفذها اللاعب حريمات اللي سددها وتمكن أنه يدخلها في الشباك تاع الحارس تاع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وبالتالي انتصار الجيش الملكي بثلاث أهداف لهدفين، ولكن تأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري. على أي بن شيخة المدرب الجزائري اللي سبق أنه يدرب في المغرب، يعني يدرب فريق نهضة بركان، ودرب كذلك فريق المولودية الوجدية وكذلك الدفاع الحسن الجديدي، يعني كانت عنده تجربة على الكرة المغربية، كان عنده كما نقولوا عنده خبرة على الكرة المغربية، ووظف ديك الخبرة ديالو ضد الجيش الملكي، يعني نقلها للاعبين تحت العاصمة ووظفها ضد الجيش الملكي وتمكن انه ينتصر على المدرب الاجنبي داكروز اللي صراحه كنشوف انه منذ قدومه الجيش الملكي فهو دار بعض النتائج، ولكن صراحه كنشوف انه الجيش الملكي خصها مدرب اجنبي يكون كبير، يكون اجنبي ولكن يكون مدرب كبير. حتى الجيش الملكي عندها فرقه اللي مكتمله، فرقه اللي تنافس على الالقاب، فقط خصهم شي مدرب اللي يكون يقدر يوظف هاد اللاعبين بطريقه جيده. اذا الاخوان وصلنا لنهايه تحت الفيديو هذا. قبل ما نسالي الفيديو بغيت نبارك الشعب الجزائري وفريق اتحاد العاصمه الجزائري التاهل للدور النصف النهائي، حظنا موفقا في قادم مقابلات في كاس الكونفدراليه الافريقيه. يعني في دور النصف النهائي ما غاديش يكون عندهم ماتش اللي سهل، دي يلعبوا مع فرقه اللي قويه جدا. على اي نتمنى لهم التوفيق، وحنا انا معاهم وغادي نشجعوهم بطبيعه الحال حتى الرمق الاخير من كاس الكونفدراليه الافريقيه. يعني باقي لهم جوج ادوار على الكاس، خصهم ما يضيعوهاش، والشعب المغربي راه معاهم، الشعب المغربي يعني غادي يشجعهم حتى اللحظه الاخيره. اذا الاخوان وصلنا لنهايه تحت الفيديو، ما تنساوش ابوني جيم بارطاج، تشاركونا في التعليق، ونتلاقاو في فيديو قريب. قليلا نودعكم، السلام عليكم.